أهلا بكم. وبداية جولتنا اليوم من الشرق السعودية، ومنها اخترنا 400 مليون سنويا في شرايين 15,000 مريض كلوي. خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز اعتمد مشروع المؤسسة لرعاية مرضى الكلى في مختلف مناطق المملكة بتكلفة سنوية تتجاوز 400 مليون ريال. المجموع الكلي للأجهزة في هذا المشروع بلغ 1000 جهاز وبطاقة استيعابية قدرت بنحو 3350 مريضا. من الشرق مشاهدينا لفتتنا أيضا هذه الصورة عنونتها الصحيفة لن نؤنث، وفيها ردة فعل مقيم يمني يعترض على إغلاق محلات المستلزمات النسائية التي لم تلتزم بقرار التأنيث. ننتقل إلى صحيفة عكاظ، وفي عددها اليوم نقرأ: أسعار تذاكر خطوط الطيران الجديدة تحددها الدولة. الخبر كشفه للصحيفة المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني خالد الخيبري، وأوضح أن تاريخ بدء عمل شركة الطيران المصرح لها القطرية الخليجية سيكون بنهاية هذا العام، لأن الموضوع بيد الشركتين لاستكمال إجراءات التشغيل. وفيما يتعلق بأسعار التذاكر، فأوضح الخيبري أنه بحسب قرار مجلس الوزراء سيتم البدء بالأسعار الحكومية المتاحة واعتبار السعر الذي حددته الدولة والمعمول به حاليا. من عكاظ أيضا نطالع هذه الصورة لمصلين ومعتمرين في المسجد الحرام. التقطت البارحة عشية تنفيذ خطة وقائية من 3 مراحل تستمر حتى نهاية يوم العيد، تستهدف تنظيم الحشود وتوفير الأمن لرواد المسجد. نظرة على صحيفة الاقتصادية. إذن صحيفة الاقتصادية نقلت عن مصادر مطلعة أكدت لها رفع مجلس الخدمات الصحية الذي يترأسه وزير الصحة عبد الله الربيعة، رفعه توصية تقضي بتأجيل تطبيق التأمين الصحي على السعوديين لمدة 5 سنوات قابلة للزيادة إثر دراسة انتهى المجلس منها. الخبر هذا حمل عنوان: مجلس الخدمات الصحية دراسة المشروع انتهت، ومصادر للاقتصادية توصية رسمية بتأجيل تطبيق التأمين الطبي على السعوديين 5 سنوات. الاقتصادية مشاهدينا عنونت في موضوع آخر اليوم: إطلاق اسم الملك عبد العزيز على مشروع النقل العام للقطار والحافلات في الرياض. نتابع في الصحف السعودية، ومن صحيفة الوطن وفي عددها اليوم نقرأ كلام نائب أمير القصيم، وفيه تأكيدات بأن حملة الشهادات المزورة تحت المجهر. نائب أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل كشف أن الجهات المختصة بدأت التضييق على حملة الشهادات المزورة العاملين في الجسد الحكومي، استنادا إلى توجيهات من وزارة الداخلية بتدقيق وفحص كل الشهادات المشبوهة. الوطن نقلت في موضوع آخر: المدنية والمالية سننصف مهندسي البترول العاطلين عن العمل. من الصحف الكويتية اخترنا صحيفة عالم اليوم التي اهتمت بالشأن الداخلي، ونقلت عن مصادر مطلعة علمها بوجود تعديلات جذرية على التشكيل الحكومي المرتقب، عودة وزراء سابقين من أبناء الأسرة، وأنباء عن اعتذار الحمود والخالد والمعوشرجي وبقاء العبد الله وسلمان الحمود. من الكويت مشاهدينا إلى الإمارات، ومن صحيفة الإمارات اليوم نختتم جولتنا، وفيها جاء: أبو ظبي للتعليم تكشف 66% من المدارس الخاصة غير مرضية. تقييم المدارس الخاصة في إمارة أبو ظبي الذي يجريه مجلس أبو ظبي للتعليم كشفت نتائجه أن 66% من مدارس الإمارة أداؤها غير مرض وبحاجة إلى تحسين كبير. هذا ختام جولتنا لهذا اليوم. عودة إلى استوديو الرابعة من جديد.